ازاي نعمل مونتاج زي مونتاج قناة دروس اونلاين بس من غير ذكاء اصطناعي. مساء الفل، ازيك يا مليونير منك ليه؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ الفيديو النهارده هنعرف ازاي نعمل مونتاج زي مونتاج قناه دروس اونلاين. شاوت اوت باشمهندس احمد ابو زيد بس من غير ذكاء اصطناعي. انا كنت بتفرج على الفيديو بتاع باشمهندس احمد ابو زيد او على قناه دروس اونلاين وشفت طريقه المونتاج دي وعجبتني، وعرفت بعد كده انه مستخدم فيها جنريتنج فيل بتاع الفوتوشوب الجديد. انا لسه ما استعملتش جنريتنج فيل او لسه ما نزلتش النسخه الجديده، ففكرت شويه كده ووصلت لطريقه اعمل بيها نفس الفكره بس من غير ذكاء اصطناعي. واللي متابع القناه هيعرف ان انا استعملت نفس الاسلوب او نفس التكنيك في فيديو المبدأ الرابع من مبادئ الجرافيك ديزاين. اول خطوه عشان نعمل الطريقه دي او نعمل التكنيك ده، اول حاجه لو بتصور بكاميرا ركب عدسه واسعه على الكاميرا بتاعتك عشان تعمل لك كادر اكبر، ولو بتصور بتليفون زي حالاتي وفي وايد انجل في الكاميرات بتاعتك استعملها عشان تديك كادر اكبر. لو ما فيش زي تليفوني كده فبعد المسافه بينك وبين التليفون عشان يديك كادر اكبر. وبعد كده تعالوا نشوفوها في المونتاج عملناها ازاي. ده اصلا الكادر بتاعي الاساسي اللي متصور من التليفون او طالع من الكاميرا. فانا هعمل ايه؟ بدل ما ده الكادر الاساسي، لا انا هصغره شويه. هقف على الفيديو بتاعي طبعا واروح على قائمه الافكت كنترول، السكيل بتاعه هكبره وخليه 130 بالشكل ده. طلع لفوق شويه كده بحيث يبقى الكادر بتاعي الاساسي هو ده. انا الكادر بتاعي اللي طالع من التليفون اصلا كبير، فروحت على السكيل بتاعه في الافكت كنترول وصغرته، خليته ده الكادر الاساسي اللي هيمشي بيه الفيديو كله. بعد كده في الجزء اللي انا عايزه خليه يظهر فيه او يصغر فيه، يطلع الجزء الزياده ويظهر الكلام فوق. طبعا انا هشوف الكلام هحطه فين. انا هحطه في المكان ده. في المكان ده انا هحط الافكت بتاعي او هظهر الكلام فوق عند الفريم اللي هيبدا فيه. في الوقت ده انا عايز الكادر بتاعي يكبر بقى، فاحط بس ماركر هنا كده عشان اعرف انا عايزه فين. ارجع قبلها بكم فريم كده واعمل كي فريم بوزيشن وكي فريم سكيل، واروح رايح عند الماركر اللي انا عملته كده، علم الفيديو بتاعي اخلي ده 100، ارجعهم للوضع الاصلي بتاعهم ده 540، فيبقى الكادر معايا بالشكل ده. فيبقى عند قبل ما يظهر الجزء التكست اللي انا عايزه يظهر ده فوق، اروح مكبر الكادر بتاعي اللي هو اصلا كان كبير، انا صغرته بس فكبرته تاني ظهر الكلمه، وفي اخر الكلمه اروح مصغره وارجعه للوضع اللي انا همشي عليه باقي الفيديو اصلا. بمعنى نروح اخر الجزء اهو، طبعا هناخد نفس الاعدادات الاخيره اللي هي الكبيره هتفضل زي ما هي. اخر التكست اللي هيظهر او اخر الجزء اللي هيظهر اروح عامل كي فريم بوزيشن وسكيل برضو، امشي شويه لقدام كده واروح قدام خليه 130 وده خليها بالشكل ده اللي هو الاساسي بتاعي اللي انا عملته الجديد. فيبقى معايا الطريقه بالشكل ده، تفضل كبيرة يختفي الكلام فاشتغل تاني. لحظة اعمل له ريندر عشان اوريها لكم بشكل افضل. تبقى الطريقة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا لو عايز تزود المسافات بعد الكي فريم عن بعضيها او جربها. طبعا انا وريتك الطريقه، انت بقى استخدمها ووظفها براحتك، بس ما تنساش حاجه، ممكن التكبير ده يقلل شويه من كواليتي الفيديو. فلو مش عايز تخسر كواليتي روح للطريقه بتاعه الذكاء الاصطناعي. لو مش فارق معاك كواليتي قوي او انت مصور بكواليتي عالي فمش هيتضر قوي، ممكن تستعمل الطريقه دي. لو مش حابب تستخدم طريقه الذكاء الاصطناعي. والى هنا عزيزي المليونير لقد انتهت جرعه دوبامين التعلم لهذا اليوم. انتظركم في جرعه اخرى. إلى اللقاء.